أشكالها وأحجامها متنوعة ومختلفة. في أسلحة ممكن تطعن وتشرط وتجرح وتخدش، وممكن تسحق وتضرب بعنف، وممكن تتحول لوحش كاسر عنيف وتسحق فريستها. رح نحكي عن 10 أسلحة كونغ فو، ورح نكشف في الستار عن السلاح الأكثر وحشية وعنف على الإطلاق. أما الحافات القاطعة فمن الممكن أنه تجرح العدو من أي اتجاه. أما النقط الثلاثة الحادة فبتسبب جروح مخيفة. في سلاح شكله كتير غريب، هو الحلقة أو الدولاب، وهو دائرة إلها شفرات حادة حول قطرة. كان إلها شعبية فترة حكم سلالة داينستي، وإلها أشكال مختلفة. الشكل الهلالي مستوحى من آلة بيستخدموها للحفر، بس ما استعملوها للحفر. كان امتلاك الناس للأسلحة التقليدية مثل السيوف ممنوع، فاستعملوا الرفوش والأدوات الزراعية كأسلحة إلهم. هالأداة الزراعية بتشبه الرفش، وهي تاني أداة زراعية تعدلت لنية القتل. مو شرط تكون أسلحة الكونغ فو كبيرة لتقتل، فطول إبر إيمي تقريبا 25 سنتي، والراسين اللي عطرافها بيخلوها خطرة كتير على المدى القريب. والمحور اللي على شكل حلقة اللي بمركز كل إبرة ممكن إنه يخلي الإبرة بتقدر تطعن بقوة قاتلة. تنحط هالإبر بالإصبع الأوسط وبتتدور لتشتت انتباه العدو مثل فراشي القاضي القاتمة. وصدغين العدو وعيونه وحلقه رح تكون الهدف. إبر إيمي والرفش كلها أسلحة غريبة واستعمالها غير متوقع، بعكس الأسلحة الواضحة الملامح مثل السيف. وكمان في أسلحة بتشبه الأدوات الزراعية، هي أسلحة بيسهل إخفائها وصعب على السلطات إنه تكتشفها وتصادرها. دانغ هو سلاح تاني ممكن إخفائه بسهولة مثل الأدوات الزراعية، بس كثرة نقطه الحادة بتكشف سر استعماله الحقيقي. ظهر دانغ لأول مرة من 500 أو 600 سنة، وفيهم يستخدموه كرمح أو لتثبيت العدو بمكانه. أما الأسلحة اللي بتشبه الدائرة فهي أسلحة صعب استعمالها، وبسبب نقطها الحادة وحوافها القاطعة بتسبب إصابة الخصم بأماكن حساسة. وهالحلقات فيها تصمد قدام الأسلحة الطويلة، وفيها تشل حركة الأسلحة الأكبر بحركة تثبيت نقطة معينة. المطارق المضاعفة هي من أقدم الأسلحة بترسانة الكونغ فو، بإضافة حافات حادة لراسها بتزيد من قدرتها على كسر الجماجم والعظام. ممكن تكون رؤوس المطارق مستطيلة أو بيضاوية أو دائرية أو ماسية الشكل. بغض النظر عن شكلها، إلى استخدام واحد بس، هو ضرب العدو ليخضع. فيها المطرقة الحديدية إنها توجه ضربات قاتلة. الخطافات الثنائية هي أسلحة مضاعفة
واحد لكل إيد، وهي سيوف بشكل خطاف مع نصل إضافي بشكل الهلال عند المقبض، وهي 4 أسلحة بسلاح واحد. الخطاف بيصد ضربة العدو، والنصل الأساسي بيقطع وبيشرط، والقمة المدببة تحت بتطعن مثل الخنجر، والنصل اللي على شكل هلال حول المقبض بيجرح العدو. في أسلحة صينية غريبة ما بتبين إنها أسلحة أبدا. غريب يعني شي نحن ما لنا شايفينه بالعادة، والسلاح الغريب هو شي ما منعده بالعادة سلاح. آنران عمره 29 سنة ومتأثر بأبوه تاجر الأثريات، وبيجمع أسلحة غريبة وعجيبة بشكل غير متوقع من كل الصين من وقت ما كان عمره 20 سنة. هذا سيف غليون تبع، وهو قطعة أثرية نادرة، ويلي بيشوفه ما بيتوقع أنه سلاح، وإذا صار شي غير متوقع بيظهر نصل فجأة ليضرب العدو. هالسلاح أحلى خدعة للعدو، وهو قطعة كتير غالية وأثرية. فعلا إنها أثرية. عمر هالسيف مئات من السنين، وبيرجع تاريخه لعهد سلالة كينج، ونصله الرقيق بيحدده كسلاح قاتل ومقتال. عند آنران هلأ أكثر من 300 سلاح بمجموعته، أغربها هذا المخلب الحديدي وعمره 400 سنة. شكله مثل أداة تعذيب، بس هو مو هيك. هو مثل اسمه، بيستعملوه بالمعركة ليرعب العدو، وهون بيبين مفعوله القاتل. كان في هون حواف قاطعة وكمان روس حادة، وهالمناطق هي مناطق القتل الأساسية. أما بالنسبة لهالمخلب ما كان استعماله الأساسي هو القتل، كانوا يستعملوه مشان مفاجأة العدو ومنعه من الهروب. وبكل بساطة بينحط على كتف العدو وبينشد عليه بقوة، يعني بيكلبش العدو بشكل ممتاز، وساعتها حيكون الهروب كتير صعب. هذا إذا ما كان مستحيل، بس فعلا حيكون صعب. أغلب القتال بالكونغ فو بيتم من مسافة قريبة وبشكل شخصي، بس أحيانا ما بيكون القتال بالإيدين مناسب. ومن أفضل أسلحة الهجوم عن بعد سهم الحبل. بيستعمل هذا السهم بشكل أساسي لشن هجوم مفاجئ من الخلف على الضحايا المو منتبهين. سهم الحبل هذا بيتألف من حبل طوله 4 أمتار وبنهايته سهم معدني، وشكل السهم مثل الكوز أو ماسي، وطوله من 16 إلى 20 سنتيمتر. قطعة هالقماش الحمراء مانا للزينة، تنحط على بعد 20 سنتي من السهم حتى تزوغ نظر العدو. سهم الحبل سلاح صعب كتير استخدامه. بياخد طاقة من رقبة وكتفين وكوعين المقاتل ومن مفاصله الثانية إذا كان الهجوم عن بعد. مطرات النيزك هي الأخت الكبيرة للسهم الطائر، وبتشبهه كتير، بس وزنها تقيل بيخليها تدور بسرعة أكبر وتضرب بقوة أكبر. هالمطارق ممكن نستعملها مفردة أو مجوزة. بالمطرقة المفردة بيكون طول الحبل 5 أمتار، واحد من طرفين الحبل بينربط بالمعصم، وبينوصل الثاني بمطرقة برونزية على شكل بطيخة. مطرات النيزك هي النسخة العسكرية للأسلحة الطائرة،